ليه الرغبة عند الرجالة غير اللي عند الستات؟ من الآخر، هي ليه الرجالة بتفكر في الجنس كتير والستات ليه ساعات يقولولي إن رغبتها بتزيد مع الكلام والمشاعر مش مع الشكل؟ وليه في ستات تشتكي إن جوزها عاوز على طول ورجالة تشتكي لي إن الستات ما بقتش مهتمة؟ هل ده طبيعي ولا ضعف ولا خلل هرموني ولا المجتمع لعب بدماغنا؟ ويا ترى بقى هل فعلا الرغبة الجنسية عند الرجالة أقوى من الستات ولا مجرد مختلفة؟ وهل الاختلاف ده بيبدأ من المخ ولا من الهرمونات ولا ممكن يكون من الطفولة والتربية؟ موضوع النهاردة حساس شوية بس علمي جدا ويهم أي راجل وأي ست متجوزين مخطوبين أو حتى لسه بيفكروا في الجواز. وهو ليه الرغبة الجنسية عند الرجالة مختلفة من الستات؟ تابع الفيديو للآخر لأن ممكن في نهايته نظرتك للعلاقة الجنسية تتغير تماما. هل فعلا الرغبة الجنسية عند الرجالة أعلى من الستات؟ السؤال ده من أشهر الأسئلة في الموضوع كله. الإجابة العلمية الدقيقة هي مش أعلى، هي مختلفة. الدراسات بتقول إيه؟ إن الرجالة في المتوسط بتفكر في الجنس أكتر وبيحسوا بالرغبة أسرع وبيستجيبوا للإشارات البصرية بشكل أقوى بكتير. متفقين، لكن ده مش معناته إن الرغبة عند الست أقل. الستات رغبتهم الجنسية أعمق، أعقد وأطول المدى، لكن اللي بيحصل عند الستات إنها غالبا الرغبة دي بتتبنى واحدة واحدة. الراجل ممكن يصحى من النوم وعنده رغبة، أما الستات في الغالب بيحتاجوا إحساس الأمان، الراحة النفسية، كلام وقرب، إحساس إنها مرغوبة متقدرة. يعني إحنا مش بنتكلم في قوة، بنتكلم مجرد عن نمط مختلف. طب إيه دور الهرمونات في الاختلاف الجنسي بين الراجل والست؟ الهرمونات هي اللاعب الأساسي هنا. تعال أشرح لك. أهم هرمون للرغبة الجنسية عند الراجل هي هرمون الذكورة، التستوستيرون. الهرمون ده موجود عند الستات كمان بس بنسبة أقل بكتير. الرجالة عندها نسبة الهرمون ده ثابت نوعا ما وبيبقى عالي مدار اليوم، وعشان كده رغبة الراجل أكتر ثباتا من رغبة الست. أما بقى رغبة الستات مرتبطة بالدورة الشهرية، تعلى في فترات وتقل في فترات، وفي بقى فترات زي قبل التبويض الرغبة عند الست ممكن تبقى أعلى كمان من عند الراجل. يعني الست مش باردة، هي بس متغيرة هرمونيا. هل المخ عند الراجل مختلف عند الست بالنسبة للرغبة الجنسية؟ بشكل واضح جدا. في المخ مناطق مسؤولة عن الرغبة الجنسية وعن إحساس المكافأة وعن الاستجابة للحاجات المثيرة. مخ الراجل بيستجيب بقوة للإثارة البصرية، الشكل والجسم، الحركة، الحاجات اللي كل راجل عارف إنها بتشده وتعلي رغبته. مخ الست بقى في المقابل بيشتغل أكتر على المشاعر، الصوت، الكلام، السيناريو نفسه. عشان كده كلمة أو نظرة، إحساس بالأمان ممكن يولد رغبة أقوى عند الست من أي منظر عينها بتشوفه. طب ليه الرجالة بتفصل بين الجنس والحب والستات لأ؟ ده سؤال مهم جدا في العلاقات. علميا مخ الراجل يقدر بسهولة يفصل بين الرغبة الجنسية والمشاعر العاطفية، لكن مخ الستات غالبا بيربط الاتنين ببعض. ده راجع لهرمونات الترابط العاطفي اللي بيطلع عند الستات بقوة أثناء العلاقة. عشان كده غالبا الستات بتحس بقرب عاطفي بعد علاقة جنسية، بينما الراجل غالبا بيحس بالاسترخاء والراحة وخلاص. وعلى فكرة ده اختلاف بيولوجي، مش أنانية ولا برودة ولا قسوة. هل التربية والمجتمع ليهم دور في الفرق في الرغبة الجنسية بين الراجل والست؟ طبعا دور ضخم جدا. من واحنا صغيرين الراجل بيتشجع انك راجل ورغبتك طبيعية، والست بتتربى على انه عيب وكسوف وما ينفعش. فالنتيجة ان الراجل بيعبر والست بتكتم. كتير من الستات يبقى عندهم الرغبة الجنسية عالية لكن مش متصالحة معاها او مش عارفة تعبر عنها، وده على فكرة ممكن يعمل صراع داخلي ويأثر على العلاقة. ليه الرغبة الجنسية عند الستات ممكن تختفي فجأة؟ لأن الرغبة الجنسية عند الست حساسة جدا للحالة النفسية، توتر والإجهاض، قلة التقدير، مشاكل زوجية، إحساس بعدم الأمان، كل ده يقفل الرغبة تماما. بينما الراجل بقى ممكن يستخدم الجنس كتفريغ التوتر. الست محتاجة التوتر يهدى عشان تحس بالرغبة والأمان. هل
هل السن بيأثر بشكل مختلف؟ أيوة طبعا، الرغبة عند الراجل غالبا بتبدأ عالية من سن الشباب وتقل تدريجيا مع مرور السن. أما الست، في ستات كتير جدا رغبتهم بتزيد في الثلاثينات وحتى الأربعينيات، وده بيحصل بعد ما بيكونوا أكتر تصالح مع نفسهم وجسمهم. هل الحمل والولادة بيغير الرغبة الجنسية عند الست؟ بعد الحمل والولادة تغيرات الهرمونية، إرهاق وقلة نوم، تغيير لصورة الجسم، ودي كلها حاجات طبيعية جدا وملهاش أي دليل على إنه قلة حب ولا الكلام ده. هل قلة الرغبة في واحد من الطرفين يعتبر مرض؟ مش دايما. قلة الرغبة ممكن تكون حاجة طبيعية، نفسية، هرمونية، أو نتيجة ضغوطات الحياة، لكن لما تسبب معاناة للطرفين ساعتها لازم تقييم علمي محترم. طب ازاي الرجالة والستات يفهموا بعض الموضوع ده؟ بالفهم مش بالاتهام. الراجل لازم يفهم ان الرغبة عند الستات مش بزرار، والستات لازم تفهم ان الرغبة عند الراجل مش دليل على حب ولا قلته. العلاقات الناجحة هي اللي بتحترم الاختلافات وتشتغل عليها مش ضدها. الخلاصة يا جماعة، لو وصلت لحد هنا فانت انسان مهتم تفهم الاختلاف بين رغبة الراجل والست مش حاجة مشكلة، دي حاجة طبيعية. المشاكل تبدأ لما احنا نفسر الاختلاف ده غلط، لكن لو فهمناه علميا هنفهم بعض، ولما نفهم بعض العلاقة تهدى وتبقى أعمق وأصدق. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده ليه الرغبة عند الراجل غير الستات من الآخر.